السلام عليكم. صحيت الصبح لقيت اللي جنبي ماسك دماغه وبيقول لي: انت ليلة كنت بتصرخ في المنام وكأنك بتشتم واحد. وقت اتعجبت وقلت له: انا والله مش فاكر حاجة. طب هل ده جن ولا حاجة علمية؟ انا محمد ودي قناة اي حاجة. ايه هو الكلام اثناء النوم؟ اسمه العلمي سومنيليكوي، ومعناه ان مخك بيصحى جزئيا فلسانك يفلت منه كلام. ممكن تقول جمل كاملة، تضحك، تعيط، او حتى تجاوب على اسئلة. والعجيب ان 70% من البشر مروا بده مرة على الاقل. طب مين أكتر ناس بتتكلم أثناء نومها؟ الأطفال والمراهقين هم الأوائل، خصوصا لو عندهم ضغط دراسي، نوم متقطع، أو بياكلوا شوكولاتة أو كافيين قبل النوم. طب ليه بيحصل كده؟ السبب العلمي ليها اضطراب في مرحلة NREM، وهي مرحلة النوم غير العميق. وأسبابها هي توتر أو قلة النوم، حرارة الغرفة عالية، كوابيس أو مشي أثناء النوم، جينات اللي هي الوراثة، وفي حالات نادرة زي الاكتئاب والPTSD. هل هو خطر؟ 95% من الحالات أمان، بس يجب الذهاب للدكتور لو في صوت عالي أو عنف أو سب، لو الكلام بيصحي اللي حواليك، لو أكتر من مرتين أسبوعيا. العلاج في نقطتين: النقطة الأولى نام بدري ويكون في غرفة مظلمة باردة. النقطة التانية قلل توتر وتشرب مشروبات دافية زي النعناع أو كموميل. ولو في سبب نفسي الطبيب هيحله بنفسه. في النهاية الكلام أثناء النوم بيقولك إن حتى وانت نايم مخك مش ساكت، ويمكن ده معناه إن دايما جوانا في كلام متقالش، أفكار مش لاقية وقتها، مشاعر بتتصرف لوحدها من غير إذن.